تعالوا اقول لكم على طريقة حلوة قوي للجلاش، والحشو بتاعه مختلف وطعمه خطير. دي لحمة مفرومة متشوحة مع البصل ومتعصجة، هحط لها فلفل الوان، انا حطيت لها ملح وفلفل، وهقول لكم على حاجة هتديها طعم حلو قوي. بهارات اللحمة والايطاليان سبايسز من باب الشام بيدوا اللحمة المفرومة طعم مختلف غير اللي احنا متعودين عليه. كده اللحمة استوت، نبتدي نحضر الجلاش. هدهن الصينية زيت، وهحط ورقتين او 3 جلاش وادهنهم هما كمان زيت، ممكن اعمله بالبخاخة او بالفرشة. هحط بين كل طبقتين او 3 زيت لحد ما اخلص نص كمية الجلاش قبل ما احط الحشو. كده حطينا نص كمية الجلاش، نبتدي نحط الحشو. هنحط اللحمة المفرومة ونفردها كويس، ما توصلوهاش للجنب قوي علشان ما تتحرقش. نحط على اللحمة المفرومة طبقة بشاميل خفيف، هو ده اللي بيدي طعم مختلف خالص للجلاش. هنحط البشاميل وبرضو ما نوصلوش للجنب علشان ما يتحرقش. نحط على الوش جبن مبشورة، اي نوع جبن بتحبوه. انا حطيت تراد شادر وموتزاريلا ورومي. نغطي الحشو ونحط بقية الجلاش، وبين كل ورقتين او 3 نرش زيت. نرش زيت على الوش ونقطع الجلاش وندخله فرن سخن على درجة حرارة 180. لما الجلاش يستوي والطروف بتاعته تبتدي تحمر، نطلع الجلاش من الفرن ونحط له كوباية لبن وندخله الفرن تاني ونشغل الشواية علشان يبقى مقرمش من بره وطري من جوه. لازم تجربوا طريقة الجلاش دي، مختلفة خالص عن اي جلاش عملتوه قبل كده. سيف ده ريسيبي علشان تجربوها في رمضان.